الاهلي يودع دوري ابطال افريقيا بالتعادل 1-1 امام صن داونز بسبب اكبر هجاص ومؤلف في افريقيا اللي احنا ما ينفعش نقول عليه مدرب. واحنا لو نقدر نشبهه تشبيه تاني كنا قلنا، بس احنا ادينا له اللقبين دول عشان مش لاقيين حاجه تتقال مناسبه في حق الفجل اللي كان بيلعب بينا ماتش النهارده، واللي هو شكله بيفهم الكرة غلط. واحنا لما اشدنا بيه في مباراة الذهاب وقلنا اللي هو قدم مباراة عظيمة، هو شكله فهم غلط، فقال يحزننا ويحزن الكام الف اللي كانوا في الاستاد ويخلص علينا خالص. انت يا ابني فاهم الكرة ازاي؟ اولا هنقول منك لله اللي انت وصلتنا للحظة دي، خصوصا اللي انت ما كنتش شايف اللي انت في ملعبك الاستاد مليان بجمهورك وما قدرتش تكسب فرقه احنا بنقول هي ما لعبتش بالمستوى ده، سواء في مباراه الذهاب او مباراه النهارده قدام الاهلي. كده الفرقه دي انت تكسبها مرتاح جدا على ملعبها. وهنا كمان انت نازل بتلعب لي بنفس هي الخطه 3 مدافعين، وما بتلعبش وينجاتك، وما بتلعبش مهاجمك الصريح، وما بتلعبش صانع العاب، وكل ده بتدافع لي قدام فرقه زي دي 90 دقيقه، وعايش على الجون العقيم اللي انت خلصت علينا بيه على اخر فتراتك مع الاهلي، اللي هو الجون اللي بيخلينا نبقى اعصابنا مشدوده ومحروق دمنا. وفي الاخر شكلك كنت بتتفرج على فيلم باتشان لما كانت الطلقه بتتضرب من العصر، وعقبال ما توصل مضروبه عليه تجيله المغرب ويقوم ميت. انت عملت فينا الماتش ده كده، فضلت بجون عقيم اللي جبناه تلعب نفس الخطه، وما نزلتش الا تغيير واحد وسام ابو علي لما جراديشار اتصاب قبل الماتش بربع ساعه، وفي الاخر يجي جون فيك بكوره تخبط في ياسر ابراهيم وتقوم عكسه اتجاهها وداخله فينا. طب هو ده يرضي ربنا؟ وانا قاعد اقولها طول الماتش انا مش مطمن. التغييرات يا كولر، التغييرات يا كولر، عشان انت ناسي التغييرات 5 تغييرات، وناس اللي انت معاك بن شرقي ومعاك وسام ابو علي ومعاك قفشه ومعاك حسين الشحات ومعاك لعيبه على مستوى عالي، وتغير الريتم واداء اي ماتش. ايه الخطه اللي انت بتهببها دي؟ انت ازاي بتلعب في ملعبك ووسط جمهورك بالتحفظ ده وبالطريقه دي؟ انت يا ابني معاك نجوم والله تخش الكره بتاعت افريقيا تحتلها، مش تاخد بطوله منها. فعلا انا مش هقول اكتر من اللي ده ذنب لعيبه كتير انت شطبتها كوره وخلصت عليها، وكانت موجوده في النادي الاهلي وكانت تصنع الفارق.